يلا بقى على سباق رمضان، يلا ندخل السباق بنفسية التحدي دي. شعارك من دلوقتي: لن يسبقني إلى الله أحد. أنا هقطع نفسي عشانه، أنا هعمل كل ما بوسعي عشان يرضى عني. انظر في ماذا تريد أن تقدم، لا تترك هذا حتى تتسارع أيام الشهر ثم ينقضي ولم تفعل ما كنت تريد. أكثر من الاستغفار وجدد التوبة. ربنا قال إيه؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكنز آخر في هذا الشهر الكريم الذي ننتظره يحتاج إلى تأمل آخر، كنز الصلاة والقيام. سمة بارزة وشعيرة ظاهرة وأمر ملفت يميز هذا الشهر الذي ننتظره، إنه كثرة الصلاة، عمران المساجد، المسارعة إلى الصفوف الأولى، إحياء الليل وقيامه بالتراويح، واستمرار ذلك في الأواخر إلى انشقاق الفجر. صورة بديعة رائعة تدلنا على أثر في القلوب والنفوس، وعلى تغير ينبغي أن نحرص عليه وأن نعمقه وأن نزيده وأن نثبته في واقع حياتنا. ولهذا أقول ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه منذ البداية: كم ختمة ستختم في هذا الشهر؟ كم؟ إذا قلنا بأن القراءة المعتدلة ينجز الإنسان فيها، يقرأ في 20 دقيقة جزءا من القرآن، ففي ساعة 3 أجزاء. فلو أن الإنسان قرأ بعد كل صلاة، بعد الفجر والظهر والعصر مثلا، قرأ 1 ساعة و7 دقائق، فإنه يستطيع أن يختم القرآن في كل 3 أيام. يقرأ كل يوم 10 أجزاء، كل 3 أيام ختمة، في نهاية الشهر 10، وهذا خير كثير، ويكون قد حقق فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. أيها المؤمن، إن هذا موسم دعاء وضراعة، موسم انطراح بين يدي الله عز وجل بالسؤال والطلب والدعاء، وهو مظنة قبول وإجابة. ولذلك ذكر مولانا تقدس وتعالى آيات الصيام، ثم ذكر خلالها وفي أثنائها قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. غرقت في بحر رحمة ربنا. لازم تضحي بشيء عشان تثبت
لله ان انت صادق ومخلص في طلب رضاه. عشان كده عايزين صدقة سر تطفئ غضب الرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تطفئ غضب الرب، وقال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كذلك أيها الأحبة من الجميل جدا والطيب جدا ما نراه من أن كثيرا من المسلمين قد جعلوا بجوار كل مسجد مكانا يفطر فيه الصائمون، خاصة إخواننا وأحبابنا العمال الذين يشتغلون بالعمل والسعي لأجل لقمة العيش. احفظ سورة، علم آية، انقل مسألة، اروي حديثا، احضر درسا، اسمع شريطا، اقرأ كتابا، وزع مضوية، لخص محاضرة، قدم نصيحة، انشر دعوة، اكتب مقالا، صمم موقعا، صحح خطأ، ورافق ناصحا، امنح محروما، انفق مالا، اغث لهفانا، واهد حيرانا، واقم صلاة، وأد عمرة، ألق خطبة، قدم رأيا، قاوم بدعة، صم يوما، أطعم مسكينا، اتبع جنازة، اكس عاريا، زر مريضا، ابن مسجدا، أصلح طريقا، انصر مظلوما، خطط مشروعا، اجمع صدقة، اكبت عدوا، واكشف منافقا، ادعو كافرا، واشبع جائعا، استفتي عالما، اقترح فكرة، راسل جريدة، قدم برنامجا، زوج خيرا، وهكذا وهكذا من أعمال البر وأنواع العمل للدين.